السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة الشيف خالد، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة جايبين حلقة عن الفراخ البانيه بتاعة الشركات أو الناجتس يعني. ناس كتيرة كانت بتسأل عليها. في أحد المتابعين بيقولك يعني عندي صدر فرخة ممكن أعمل بيه إيه؟ ممكن نعمل بيه كتير يعني. بص الكمية دي كلها ده بصدر فرخ. ممكن تبقى قاعدة يطب عليك ضيوف، ما عندكيش حاجة على السريع تتعمل. تمام. والنتيجة بتاعتها روعة زي ما احنا شايفين. تمام. شوف من جوه حاجة روعة زيها زي الفراخ البانيه بالظبط بتاعت المحلات، والتست بتاعها روعة. ما تروحوش بعيد، يلا هنبدأ ان شاء الله مع بعض. يلا هنبدأ كده. ادي كده معانا صدر فرخة هنا، صدر فرخة واحد. تمام. ومعايا كوباية ونص بقسماط تيجي جاهزة من عند العطار. وعندي هنا توابل، طبعا ده اهم حاجة في الموضوع. عندي هنا توم باودر وبصل باودر، معلقة نص معلقة ونص معلقة. بسم الله، يلا نبدأ على طول. معانا كده صدر فرخة. تمام. تحب تجيبيه جاهز ماشي، تجيبي فرخة وتاخدي منها صدر تشوفيه اوكي. وعندي كوباية ونص بقسماط بيجي جاهز من عند العطار. وعندي هنا معلقة ونص معلقة لبن بودرة. تمام. وعندي هنا التوابل اللي هنستخدمها، ده نص معلقة ربع معلقة فلفل أسمر، لو في أبيض يستحسن. دي نص معلقة توم باودر، بصل باودر نص معلقة. وعندي مرقة توابل فراخ جاية من عند العطار برضو. وعندي السبع بهارات، السبع بهارات دي نص معلقة. وعندي نص معلقة ملح. وعندي معلقة نشا. دي كل المكونات اللي هنستخدم بيها، وهنكتب المكونات في الوصف برضه. أول حاجة هنعملها هنقطع الصدر الفراخ ده، نقطعه حتت صغيرة. بعد كده هنفرمه في الكبة ونرجع نكمل ايه مع بعض. هنفرمه في الكبة. دي الفراخ بعد ما اتفرمت، نحطها في طبق، نجمع فيه المكونات كلها، نحط عليها التوابل، نضيف عليها اللبن. تمام. ونضيف عليها البقسماط، وهنبدأ ايه نلم العجينة مع بعض. نلم العجينة كويس، ممكن نحتاج شوية لبن صغيرين بس عشان العجينة تلف معانا. في ناس بتستخدم البصل الفريش، بس هو البودرة بيدي نفس النتيجة وأحسن شوية كمان. نجيب معانا كوباية لبن، هنشوف ناخد منها شوية لحد العجينة ما تلم معانا. طبعا حاجة حلوة إن صدر فرخة هتعملي مني كمية محترمة، تفضل معاكي بقى تديها مكرونة بانيه، خلي الأكل بتاعنا كله بانيه في بانيه. العجينة اهي، محتاج لبن تاني. ما تقلقوش من اللبن لأن كده كده البقسماط هيشرب اللبن كله. المهم إن احنا نقلبها كويس. تمام. وفاضل أهم حاجة هنعملها دلوقتي، هناخد نص معلقة بيكنج باودر
ده هيخلي العجينة متبقاش كابسة معانا. العجينة طبعا بتلزق شوية، بس هتعجبكم النتيجة في الآخر. زي ما احنا شايفين كده اهو القوام بتاعها بتلزق هي شوية. كده خدنا كوباية اللبن كلها. الريحة بتاعتها يا جماعة جاية، ريحة التوابل اللي فيها، لأن كل النجس اللي في السوق دلوقتي هو كده. فبدل ما تشتريه في البيت تعمليه. نخش على الخطوة اللي بعدها. خلاص العجينة بتاعتنا جاهزة. هنبدأ نقطع دلوقتي العجينة بتاعتنا. هناخد كورة يا جماعة اهي. طبعا دهنت ايدي شوية مية عشان ايه متلزقش فيها العجينة. بعد كده نشكلها زي ايه اللي احنا بنشتريه جاهز. اسحبوها من تحت وما تخلوهاش ايه تخينة عشان ما تاخدش وقت في السوا. زي ما احنا شايفين كده اهو. انا جايب صاج هنا وحاطط فيه شوية بقسماط صغيرين عشان ما تلزقش معايا. لو عندك ورق فويل ناس شغال هيقضي الغرض يعني. واحدة تاني. صدقيني لو قدمتيها لضيوفك محدش هيعرفها اصلا. يلا نكمل الكمية ونرجع. بعد كده خلاص الخطوة التانية بقى دي البقسماط. نجيبها شوية خشنة يا جماعة. تمام. بس دي مفيهاش اي توابل واي حاجة. فانا جبت لها ايه هتبلها عادي التتبيلة اللي انتوا عاوزينها. اللي عاوزها حار يخليها حار، اللي بيحبها طبعا حارة هيضيف اللي هو عاوزه، لان موضوع التوابل ده اختياري لاي حد يعني. قلبناها كده كويس. ونيجي الخطوة دي مهمة جدا في الموضوع. لازم يكون عندي البقسماط وعندي دقيق. تمام. وعندي هنا بيضة مع نص كوباية لبن مع توابل مع سنة ملح. وهنبدأ ايه نشتغل مع بعض. عايز اوريكم الطريقة الصحيحة بالظبط عشان ايه في ناس كتيرة بتخلط بين المواضيع دي عشان تطلع معاك النتيجة حلوة. ونشوف يلا. طبعا حسبنا الفراخ بتاعتنا في التلاجة لحد ما بردت اهي تماسكت. هنيجي دلوقتي ايه اول حاجة نحط الخطوة الاولى معانا نحطها في الدقيق. في الدقيق كويس. تمام كده. بعد كده ننزل بيها في البيض واللبن. وانزل بيها في البقسماط زي ما احنا شايفين كده اهو. كده
نعمل واحدة تاني. اول حاجة دقيق. الدقيق ليه بقى؟ الدقيق عشان البيض واللبن يمسك فيها، يخلي البقسماط يمسك فيها كده اهو. ممكن ارجع اديها طبقة دقيق تاني، اكبر القطعة معايا. هرجع هنا بحيث التغليف يبقى زيادة شوية. ارجع اقلب البقسماط زي ما احنا شايفين. نكمل باقي الكمية كده. الكمية بعد ما خلصنا خلاص اهي، بسم الله ما شاء الله، كمية حلوة. يلا هنحمر على طول في الزيت كده. الزيت اهو، الزيت هادي، لا هو سخن قوي ولا بارد قوي. وهجيب الفراخ بتاعتنا، بسم الله. سيبها كده لما تغلي شوية، نقلبها كده على الوش التاني. دي كده الكمية اللي طلعت يا جماعة اهي. ده اللي طلع من صدر فراخ، صدر واحد عملنا بيه الكمية دي كلها. حاجة فخمة، حاجة يعني من الآخر. تمام، نحطها دلوقتي في طبق التقديم. ده كده عملنا ورقة الطماطم، نحطها كده ونرص الفراخ حواليها بالشكل ده. كده بالهنا والشفا. ونشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله.